أيها الملك عبيقة، ما هو الحنتكور؟ الحنتكور هو شيء يطول ويقصر وما هو بعفريت، له عين ولا يرى، يذرف الدموع ولا يبكي. في بلاد الهند يسمونه بالحمامة لأنه يرقد على بيضتين، وفي بلاد فارس يسمونه بالغدار لأنه يطعن من الخلف، ويدعى بالجنتلمان في بلاد الألمان لأنه يقف احتراما للنسوان. أما الفرنسيس يسمونه بالإشاعة لأنه ينتقل من فم إلى فم، وله من الخصال الحميدة 3: يقوم الليل والناس نيام، يصل الأرحام، ويعطي الصدقات سرا في الظلام. هذا هو الحنتكور المتحنكر يا سيدتي. لقد سمعت أن الحيصبون يعيش في بلادكم، فهلا أخبرتني عنه كيف يكون؟ الحيصبون هو واد مهجور لا يدخله إلا الحنتكور، وما إن يرتاح لا يخرج منه إلا مكسور الجناح. وللحيصبون لذات وأذواق تجده في كل المدن والأسواق، وشهيته أيها الملك لا تطاق. من أجله ينظم 1000 تحد وسباق، وتقرع من أجله الطبول والأجواق. هذا هو الحيصبون أيها الملك عبيقة.